السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم مشترياتي الأساسية من المنظفات، مشتريات شهرية بشتريها كل شهر. طبعا احنا كستات بيوت كل واحدة فينا بتبقى عارفة ايه هي الحاجات اللي هي بتحتاجها كل شهر علشان تمشي الدنيا معاها لحد آخر الشهر إن شاء الله على خير. سواء مثلا من منظف الغسيل أو منظف المواعين، في حاجات معينة كده انا بشتريها كل شهر. بصراحة بتقعد معايا لحد اخر الشهر وبتوفر كمان معايا جدا. بس كمان عايزة في نقطة عايزة انبهكم ليها، ان انت لو انت مثلا غسالتك اوتوماتيك ما ينفعش ان انت تستخدمي لها اي مسحوق او تعملي مثلا اي خلطة وتستخدميها. لا، انت كده بتبوظي الغسالة بتاعتك وبتأثري العمر بتاعها. لا، لازم تحافظي على غسالتك. الغسالات الاوتوماتيك بالذات لازم تستخدمي لها مسحوق معين، تبقي عارفه ان هو المسحوق ده بيتناسب مع الغساله بتاعتك علشان ما يقلش من كفاءه الغساله، وبعد كده يبدا ان هو يعمل لك مشاكل الله لا يقدر في الغساله، خاصه ان الاجهزه بقت غاليه جدا. واحنا طبعا ربنا يرحمنا برحمته يا رب، اللي عنده حاجه يحافظ عليها دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده. فان شاء الله على خير. النهارده هعرض معاكم مشترياتي الاساسيه من المنظفات، حاجات بشتريها كل شهر في مشتريات الشهر. كمان هشارك معاكم طريقة عمل خلطة الصابون الموفرة، بتقعد طول الشهر وممكن كمان على حسب استهلاكك ممكن تقعد معاكي ازيد من شهر. خلطة الصابون دي ب35 ان شاء الله هعملها معاكم في الفيديو بتاعي النهاردة. ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون مفيد ليكم ويعجبكم. بس بحب اقول لكل الامارات اللي فاتحه الفيديو بتاعي لاول مره، لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، اتمنى منك انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. يلا بينا نشوف انا جبت ايه من المنظفات. اول حاجه جبتها من منظفات الشهر بتاعتي هي مسحوق الغسيل بتاع الغساله. انا عندي غسالتي اوتوماتيك فبستخدم لها المسحوق ده من روز جاردن، مسحوق جل. بس بيقضي معايا الشهر كله ما شاء الله، يعني العبوه دي بتقعد معايا الشهر كله. حلو جدا وموفر، وبحس ان هو ريحته حلوه. في منه كمان روايح تانية، انا مش اول مره اجربه، انا جربته اكتر من مره بصراحه، وبيطلع لي الغسيل ريحته حلوه جدا. فهو بصراحه ممتاز، وكمان هو برضو مش من الحاجات اللي هي مش مقاطعه. تاني حاجة بقى هي اللي تاني شهر أجربها، هي خلطة الصابون الموفرة وهي الشطورة. دي خلطة صابون كنت بجيب الأول سان لوكس، ما بقتش بلاقيها بصراحة، وحسيت ان دي كمان احسن منها. حتى انا يمكن كلمتكم عنها برضو الشهر اللي فات. هي حلوة جدا. نفس برضو النظام، هي بتتحضر المفروض في 8 لتر بس انا بعملها ب6 لتر بس. وعلشان بتبقى تقيله معايا، وهوريكم دلوقتي لما اعملها القوام بتاعها. هي بصراحه من الحاجات الموفره جدا. انت لو لقيتيها هاتيها على طول. فخلطه الصابون دي كانت ب35. طبعا دي بتقضيني الشهر كله، وهي بتنفع كمان لاستهلاك اسره كبيره، لو 4 أو 5 افراد ممكن تقضي معاكي ازيد من شهر برضو ان شاء الله على خير. جبت كمان الليف بتاع المواعين ده، جبت ال3 دول كانوا ب10. انا بحب جدا الليف اللي هو زي ما يكون فيه سلك ده، بحس ان هو خشن شويه فبيبقى حلو جدا، بيلمع الكوبايات والاطباق كمان. فبحب جدا النوع ده من ليف المواعين. جبت كمان بقى من الحاجات الأساسية اللي عندي اللي بحب جدا أجيبها كل شهر، بس أنا طبعا ده مش بجيبه شهري. الكلور اللي هو السايب، بحب جدا أجيب الكلور السايب ده عشان تنظيف الأرض بتاعة التويلت والمطبخ. بيخليها منورة بصراحة خالص، وهو كمان ليه استخدامات تانية عندي في المطبخ. فأنا بحب جدا إن أنا أجيبه بصراحة. بجيب الكيس ده مثلا بيقعد معايا حوالي مثلا 15 يوم، وبعدين ببدأ أجيب تاني. كمان جبت سلك المواعين اللي مفيش غنى عنه أبدا أبدا. طبعا لازم اجيبه كل شهر برضو، وهقول لكم انا بنظمه ازاي. اول حاجه، انا العبوات اللي هي بتاعه الكلوريل او اي عبوات بتاعه كلور مش برميها. العبوات دي بتبقى بلاستيك وبتبقى حلوه جدا، فانا بخليها لما بجيب اي مساحيق سايبه بفضي فيها، بستخدمها ان انا افضي فيها يعني، واحطها عندي تحت الحوض. بستخدمها بقى ايه طول الشهر ان شاء الله في التنظيف. فحطيت هنا، فضيت فيها هنا الكلور السايب ده.
طبعا ده انا بستخدمه في تنظيف الارضيات بس، وكمان مثلا لو عندي مثلا اي حاجه بلاستيك حاسه ان هي لونها غير شويه، بجيب نقطتين من صابون المواعين عليهم كمان شويه من الكلور السايب ده، وبدعك بيهم، بتبقى الحاجه البلاستيك بتلاقيها رجعت معاكي نظيفه زي الاول. بس طبعا ببعده خالص خالص عن الغساله، ملوش اي علاقه عندي بالغساله خالص. لو انا عايزه استخدم كلور في الغساله بجيب كلوريل ده مسحوق منظف، انا بجيبه جاهز كده بتاع الشركه، لان طبعا زي ما قلت لكم لازم نحافظ على اي حد عنده غساله اوتوماتيك بيحافظ عليها، او غير اوتوماتيك بتشوفي الحاجه المناسبه ليها وتستخدميها علشان ما تحافظي عليها. كمان قلت معاكم بقى انظم سلك المواعين. انا بحب لما اجيبه كل شهر انظمه، سواء جايبه مثلا ب10 او باقل من كده حتى. بنظمه ازاي؟ بقطعه كده، بجيب العلبه بتاعته مخصصه له علبه بلاستيك كده، ممكن تكون علبه قديمه مثلا انت مثلا بتعيدي تدويرها تستخدميها بدل ما ترميها، علبه قديمه عندك بس يكون ليها غطا. لو ملهاش غطا لبسيها كده كيس زي ما انا عملت، وابداي ان انت قطعي السلك حتت كده بالمقص، وابداي ان انت كوري الحتت دي كده بايديكي، وابداي انك حطيها في العلبه. هتبقى العلبه دي موجوده عندك كده منين ما تعوزي، بدل ما تجيبي كل شويه المقص وتفضلي تقصقصي من السلك، لا، او تكوني مستعجله. انت كده بتريحي نفسك وبتنجزي نفسك لما تنظمي مشترياتك وحاجتك كلها اول كل شهر. كده انت بتريحي نفسك وتوفري على نفسك وقت. فانا بحب انظمه بالطريقه دي، وبحطه كده في الكيس، والكيس جوه العلبه، واقفله بعد ما اخلصه واحطه تحت الحوض عندي. وخلي بالك ان الحاجات الكيس كده من الحاجات لو جه عليها نقطه ميه هيصدي عندك ويبوظ، فبلاش نهدر في الحاجه مهما كان سعرها بسيط. بلاش ان احنا نهدر فيها، يعني نحافظ على الحاجه مهما كان هي سعرها بسيط. هنا خلاص كده، خلاص كنت نظمت بقى السلك كده معاكم. دلوقتي بقى هعمل معاكم خلطة الصابون الموفرة. انا كنت عملتها قبل كده الشهر اللي فات، زي ما قلت لكم هي خلطة حلوة جدا، والجودة بتاعتها كمان حلوة ومش بتبوظ الايد، يعني هي ناعمة جدا على ايديكي كمان. مكوناتها حلوة جدا. اول ما بتفتحي الكيس بتلاقي فيه كيس بودر وكيس جل. الكيس البودر ما شاء الله حاساه كبير ومليان عن الخلطة اللي هي بتاعت سان لوكس. بتفضي بقى الاتنين على بعض كده، وتبداي ان انت تدمجيهم بالمضرب بقى بمعلقه خشب اي حاجه كده، بتبداي انك تقلبيهم كويس جدا مع المقدار. لو انت اول مره بتعمليه لازم تجيبي ازازه او حاجه تعايري بيها المقدار بالظبط عشان المقدار يطلع معاكي مظبوط. لو مكتوب عليها 8 لتر ايا كان هو نوع ده او غيره، اعمليها على 6 لتر. هتلاقي تفتحي الكيس هتلاقي فيه كيس بودر وكيس تاني جل، هتبداي انك تدمجيهم مع بعض بالشكل كده اللي قدام حضراتكم ده. بس ده كان لونه اصفر، يعني اصفر يعني. سان لوكس اللي كنت بجيبه ما كانش لونه نفس اللون ده، كان افتح شويه. بس ده والله رغوته احسن، وشايفه ان هو ما يقلش ابدا ابدا جوده عنه. فبعد كده بقى بتبداي بقى ان انت بعد ما دمجتي الجل والبودر مع بعض، تبداي بقى ان انت تضيفي الميه بقى وتفضلي تقلبي ايدك برضو في المسحوق، تفضلي تقلبيه كده على طول في المنظف لحد ما يبدا ان هو يدمج معاكي. فانا فضلت كل شويه بقى اقلب واجيب الميه واحط. اول ما بتعمليه ما بتستخدميهوش على طول، بتسيبيه شويه ساعتين 3، وكل ما هتسيبيه هتحسي ان هو تقل معاكي، كل مدى بيتقل اكتر. فده هتلاقي قوامه دلوقتي، هتشوفي دلوقتي قوامه معايا، قوامه هيبقى حلو جدا كده. انا كده خلاص خلصته، سبته بقى شويه كده حوالي ساعتين، وبعدين رجعت له. شايفين بقى قوامه ما شاء الله تقيل خالص، بقى في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم ان هو رغوته عاليه جدا. فده من الحاجات الحلوه جدا، الصابون السائل ده من الحاجات الحلوه جدا ان انت لو جبتيها هتوفر معاكي طول الشهر. بدات كده بقى ان انا افضيه في الجراكن. انا الجراكن اللي هي بتاعت منظف الغساله اللي هي روز جاردن دي بتبقى حلوه جدا، وانا مش بصراحه مش برميها، انا بسيبها يا اما بحط فيها ميه واحطها تحت الحوض علشان لو الميه قطعت او حاجه يبقى عندي ميه، يا اما بفضي فيها اي منظف زي ما حضراتكم شايفين كده. بحب جدا استخدمها في المنظفات دي. بدأت كده ان انا افضي كل المسحوق. ما شاء الله عمل معايا 2 جيركن من المنظف ده زي ما حضراتكم شايفين، وكمان اللي فاضل ده كله في الطبق انا فضيته في الحاجات الاساسيه برضو عندي، في ان انا بعتبرها ان هي حاجات شهريه بتنفعني جدا برضو في كمنظف، مش في الاكل وبس. هي ازازه الخل وكمان الكربوناتو. انا بشتري مثلا شويه الكربوناتو دول ب10 جنيه، لازم اشتريهم، مش عشان انا طبعا مش بستخدمه في الاكل قد ما انا بستخدمه كمنظف في الهدوم البيضاء. حلو جدا عن الغساله، مش بيقلل ابدا ابدا من كفاءه الغساله، بالعكس ده انا بعمل بيه دوره للغساله كل شهر علشان احافظ عليها وعلى كفاءتها.
فالكربونات مع الخل بصراحه حاجه ممتازه جدا مفيش غنى عنها، فانا بعتبرهم برده من الحاجات الاساسيه اللي انا بحب اشتريها كل شهر، خاصه ان هي ما هيش مكلفه بالنسبه لي خالص. ازازه الخل دي انا بستخدمها في الاكل وكمنظف تقعد معايا الشهر كله. بتجيبيها بحوالي مثلا في ب 25، في ب 20 وفي ب 25 زي ما انت عايزه. وكمان وكمان بجيب الكربونات ده ب 10 جنيه بيقعد معايا ازيد من شهر اللي ب 10 جنيه ده. فدي من الحاجات برضو الاساسيه للمنظفات. لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.